عزيزاتي أعزائي، الآن ومع كلمة القائمة بأعمال السفارة السيدة ويني جرزجهر. كبراتن كبرانن حجدما قال فصاميت قدايات امباسي ويزرو ويني جرزجهر. زخبركم تقمات أوريادن كبابيان زخبركن إيرتراويان دك أنستيو نايلوم زبن بعل شمونت مقابيت أزو دك أنستيو نلمعات زبل تيما تحاريولا أبوشت هاجرن أب كلن إيرتراويان زنورلن هاجرات واتسان تبعالالا بإمنت منغستي إيرترا أزو دك أنستيو مالت أزو ملا حبرتسب مالتيو فرق أكالو زلمسي وي فرق أكالو خاب تمهرتن سراحن كاب تساتافنت أبوليتيكاون محبراون هيوت زبوخر حبرتسب كاب لمعاتن معبالن زبوخر يوتراي زيكوني كتسالنتون هلاوي إنون أب حدقا زودق خوينو وعيلو حديرو مرخماشو زيترفيو معرنتن تساتافتنتن دك أنستيو أزير رقاقتن زي وحاستن هاجر كأ زتهمشت هاجريا زخبركمن زخبركنن أب إيرترا مثلاً معرنتن دك أنستيو كم أمر زتأتاتون زتسرحلون أب أوان برتا وقال سيننات النت كابس الساتات يزجمر هزباو جنبار نقوح تساتافن دك أنستيو وحسنت عاوتنايو معرنت بسراح تساتافنت بزبل متكل زأمنلو سنة حساب كفلما أب هزبن سراويتن اتنقحات كم زسرز بمقبار نتساتافنتن أب برابيرون مسرت أتحيزون سلازخونا خاء باشاحات نابسور انوحيزن أب تسألائي زقوطات أرو كتماتاتن كبابيتاتن بمستير توديبن نهيوتن أب حدقا زأتو هاقراو عمام النفس ما تسويين أب تسألائي زودقا خاء أب سكاق مرمران مقرفتن هيوتن حليفو نبوتاتن حليفن كيهبا مستير كيم لقا عاوت نحفاش النبلا ترشينن أب عودة وقعات ددحر دكن قوين إخلماي إنك أبابلا نوقعات كداونتو من حاتبان إن عنقلان زين الدل درعي كوينا نعم تنبرز عتقات قادل تخاء عبدجن اتدك تبعتيو بصوتن زرخبو عدلات تمهرتن حلافنتن كي تنفقن اقوادقا فلي متببعنا تقبرلن عب كل كفلتات هزباو جنبار تكنيشانات ممهران حكايم ميكانيكات غازيتينياتات صحافتي سألتي ممهران وزته بمخان الجامن أبركيتن عب جنبارات ون كل عينة فوكيسن كبيدنا صوار مليخن كم تران كم حالفتن تواجئن أواجئن تسويئن سالازي كل وهود كالسخاء ناصنت هياو كوينا زخبركنن زخبركمن تساتفت زبعل دحر ناصنت ون أب مختن مكل خالن هاجر أب قطباو اللمعات أب فرداون تعناون أقلقلوتات أب محبراوي تسلاتات أب مهنات سبعو عقمي أب حرشان داق مهنسان أب بوليتيكاون دبلوماسياون سراحات إيرتراويان دك أنستيو انتاي كجبرا خمس خلا بجبري أمسكيرانيان أب إيرترا أهجراو معلت دك أنستيو كم تأمر تقالسين معرنت بخبرن حبنن زسنبللو مخنيات بار إيرتراويان رهاتسنان تبتيبن دمون كوعين عصبن كسكيسن نسنتن منينن ولاد مخان كوينن زيت دقم هيوتن أوفين زرقاقت أو معرنت سلزخونيو زخبركنن زخبركمن إيرتراويان دك أنستيو جبيت أنو أزلوا عواتات زخرعو كان تخوني ززان جناي كونن معرنتاو نقحات أملا هاجر بفلايكوا أبو سناسن بملئات سريت يخبهال أي كالن ندك أنستيو حلي خزحز دحور سقاطي لمدن بهلن تسعيرو يزبلنا درجة أي تبتحن بقعاتن معرنتن دك أنستيو زمرو
كدننن ندحريت كغوتنن زهقن تبعتاو تمكحتي جنالو نملؤ حارنتن معرنتن دك انستيو بمتكل زقالس زي قير حيال ناي منغست بوليسي سلازلوغن ملؤ اغزو دك انستي ኤርትራ መጻኢኡ ብሩህ እዩ ክብርን ዝኽርን ነተናብዚ ዘብጽሓና ስዋዓት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ክብርን መጎስን ንጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዓወት ንሓፋሽ الآن ترجمة لكلمة سعادة القائمة بأعمال السفارة راكي محمد نور حجدما ترجم قال فصاميت قدايات امباسي بالسيب أتو راكي محمد نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المحترمون سكان مدينة الرياض وضواحيها، السيدات الإريتريات المحترمات، الحضور الكريم، يقام احتفال 8 من مارس في هذا العام في داخل الوطن وفي جميع بلدان المهجر التي يعيش فيها الإريتريون تحت شعار تحرر المرأة من أجل التنمية، لا سيما وأن الحكومة الإريترية تؤمن بأن النهوض بالمرأة يعني النهوض بالمجتمع بأكمله، إيمانا منها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، وإن المجتمع الذي يعاني من الشلل النسبي أو الحرمان الجزئي من التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية لا يحرم من التطور والتقدم فحسب، بل أن استمراريته معرضان للخطر وسوف ينهار في نهاية المطاف لا محالة، وأن الدولة التي لا تضمن المساواة والمشاركة للمرأة هي دولة منهارة. المحترمات والمحترمون، لقد تم تبني حقوق المرأة والمساواة كمفهوم خلال فترة النضال من أجل الاستقلال في ستينيات القرن الماضي في إريتريا، ومنذ المراحل الأولى أرست الجبهة الشعبية أسس مشاركة المرأة من خلال قرص الوعي بين الشعب والجيش بمبدأ المشاركة الفعالة وهي ضمان النجاح، وأن المساواة تتحقق من خلال المشاركة في العمل، ولذلك توافدنا الآلاف إلى ثورتهن ونظمن أنفسهن في خلايا سرية في المدن والمناطق التي يسيطر عليها العدو، واستشهدن أثناء قيامهن بمهام وطنية خطيرة وتهدد حياتهن، ومن وقع منهن في أيدي العدو مات تحت التعذيب والاستجواب، وأعدمنا وهن بيرددن النصر للجماهير دون أن يكشفن عن سر حتى لا يخن الرفاق. لم تفارق المرأة الإريترية أبنائها حتى في ساحات المعارك، حيث قدمت الطعام والماء وقامت بغسل الملابس وتضميد وإطعام الجرحى، وأصبحت سندا قويا لا يمكن الاستغناء عنه. ولم تحرم المقاتلة الإريترية من الفرص التعليمية والمسؤوليات التي يتمتع بها رفاقها الذكور خلف الخطوط الأمامية، بل حصلت على تشجيع خاص لتصبح فنية وطبيبة وميكانيكية وصحفية وكاتبة وفي كل المجالات، وتؤدي بدورها من هذه المواقع، كما أتقنت استخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة على الجبهات، وشاركت على القتال كجندية وقائدة، وقدمت روحها للاستجهاد. وبفضل كل هذه النضالات المتضافرة تحققت الحرية. المحترمون والمحترمات المشاركين في هذا المهرجان، وبعد الاستقلال واصلت المرأة الإريترية عملها في النضال والدفاع عن الوطن، وفي التنمية الاقتصادية، وفي الخدمات القضائية والصحية، وفي القطاعات الاجتماعية، وفي بناء القدرات البشرية، وفي الزراعة وإعادة الإعمار، وفي النشاط السياسي والدبلوماسي. وبرهنت المرأة من خلال عملها أنها قادرة على فعل الكثير،
بيتم الاحتفال اليوم باليوم العالمي للمرأة في أريتريا بكل فخر واعتزاز كرمز للنضال من أجل المساواة، ولأن المرأة الأريترية هي من بذلت عرقها ودماءها وعظامها وأفنت من أجلها شبابها وثكلت ورملت وقدمت روحها التي لن تعوض. المحترمون والمحترمات، أن الإنجازات التي حققتها المرأة الأريترية مدعاة للفخر، مع ذلك لا يجدر بنا أن نركن إلى التراخي والتساهل، لأن الوعي بالمساواة ليس راسخا بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد وخاصة في الأطراف، ولم يتم التغلب بعد على التقاليد والثقافات القمعية المتخلفة التي بتقيد المرأة، ولا يزال هناك التسلط الذكوري لا يروق له مساواة المرأة وتفوقها، ويسعى إلى أن يسيطر على المرأة ويجرها إلى الوراء، إلا أن مستقبل حركة المرأة الأريترية بأكمله مستقبل المشرق، لأن هناك سياسة حكومية قوية بتناضل من أجل الحرية الكاملة والمساواة المرأة من حيث المبدأ. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجلنا. تحية إجلال وإكبار لقوات الدفاع الأريترية الباسلة. النصر للجماهير.